وقعت الجزائر عقداً مع موسكو لشراء نحو 60 طائرة مقاتلة وفق المجلة. ملف خاضت في تفاصيله مجلة ماريان الفرنسية، فبينما تعزز الجزائر قدراتها العسكرية بتسليم طائرات مقاتلة روسية واحتمال شراء طائرات صينية من الجيل الرابع، المغرب الآن والزبون المحتمل لطائرات رافال الفرنسية لمواجهة إعادة تسلح الجزائر. يفكر المغرب في شراء أكثر من 12 طائرة من طراز رافال F4، وهي أحدث نسخة من طائرة داسو للطيران المقاتلة الأكثر مبيعاً. وتضيف المجلة أنه منذ عام 2007 يرغب محمد السادس في استبدال أسطوله من طائرات ميراج، لكن تردد جاك شيراك والأخطاء الدبلوماسية والتجارية في عهد نيكولا ساركوزي وعرض واشنطن المغري أدت إلى إجهاض المشروع الفرنسي لصالح F-16 الأمريكية. فالمنافسة ما تزال قائمة بين الرباط والجزائر خاصة حول سيادة الصحراء الغربية. لذا وقعت الجزائر بدورها عقداً مع موسكو لشراء نحو 60 طائرة مقاتلة وفق المجلة. وقعت الجزائر عقداً مع موسكو لشراء نحو 60 طائرة مقاتلة وفق المجلة. ملف خاضت في تفاصيله مجلة ماريان الفرنسية، فبينما تعزز الجزائر قدراتها العسكرية بتسليم طائرات مقاتلة روسية واحتمال شراء طائرات صينية من الجيل الرابع، المغرب الآن والزبون المحتمل لطائرات رافال الفرنسية لمواجهة إعادة تسلح الجزائر. يفكر المغرب في شراء أكثر من 12 طائرة من طراز رافال F4، وهي أحدث نسخة من طائرة داسو للطيران المقاتلة الأكثر مبيعاً. وتضيف المجلة أنه منذ عام 2007 يرغب محمد السادس في استبدال أسطوله من طائرات ميراج، لكن تردد جاك شيراك والأخطاء الدبلوماسية والتجارية في عهد نيكولا ساركوزي وعرض واشنطن المغري أدت إلى إجهاض المشروع الفرنسي لصالح F-16 الأمريكية. فالمنافسة ما تزال قائمة بين الرباط والجزائر خاصة حول سيادة الصحراء الغربية. لذا وقعت الجزائر بدورها عقداً مع موسكو لشراء نحو 60 طائرة مقاتلة وفق المجلة.